استمرارا لسلسلة التخزينات والتوفيرات والفيديوهات الكتيرة الجميلة السهلة البسيطة اللي فيها أفكار. أتمنى يا رب تخشي كده القناة وتاخدي جولة فيها إن شاء الله تستفيدي ولو بفكرة من أفكار أكلات سهلة وبسيطة وموفرة. النهاردة هنعمل مع بعض الكرنب، إزاي هنخزن الكرنب ونشيله من السنة للسنة من غير ما تطلعيه تبقى الورقة بتقرمش معاكي أو نية أو مش مستوية. كل الحاجات ديت ان شاء الله مش هتلاقيها بعد كده معانا في التخزينات. اول حاجة جبت الكمية اللي انت هتخزنيها، 1 2 3 على حسب الكمية اللي انت بتحتاجيها. وجبت حلة كبيرة، اكبر حلة عندك، وحطيت فيها نصها مية، وحطيت معلقتين كبار ملح ورشة كمون، والمعلقتين السحرية اللي هتخلي بقى الكرنب بتاعك يعني يختلف تماما عن ما كنت بتعمليه قبل كده. اللي هو ايه، معلقتين السكر. حطي معلقتين سكر في مية السليق، مش هيقرمش معاكي وهيقعد معاكي في التلاجة من السنة للسنة، وتطلعيه هيبقى جميل وزي الفل ومش هيجراله اي حاجة. وطبعا هنا حطيت بعد المية ما غليت، جبت الكرنب بتاعي، طبعا بقطعه كده، بقطع الكام ورقة الكبار اللي بره واخد قلب الكرنبية احطها في الحلة. الخطوة ديت اختيارية طبعا، بطريقتك براحتك بحلتك، على قد ما تاخد معاكي ورقة 2 3 بالطريقة اللي تعجبك اسلقي فيها. احنا المهم عندنا النتيجة اللي في الاخر. ايا كانت هي ايه طريقة السلق دي بتاعتك انتي. زي ما انتي شايفة كده انا بفضل اقلب في الكرنباية شمال ويمين، والورقة اللي تستوي باخدها. وكمان ملحوظة تانية، ان الكرنب الشتوي الجميل بتاع الايام ديت ما بيستحملش على النار، يعني قلبة والتانية، يعني دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده وتشيليها على طول عشان تعرفي تحتفظي بيها وتبقى ماسكة نفسها وتقعد معاكي وما تتبهدلش، وتطلعي اكبر كمية ورق من الكرنباية. ان انتي ما تسيبيهاش على النار، يا دوبك تشم النار كده وتطرى معاكي تطلعيها على طول. وزي ما انتي شايفة انا بفضل اسحب ورقة واقلب ورقة واقلب. طبعا طريقة سهلة وبسيطة، واعملي الكمية اللي انت عايزاها في اقل وقت ممكن. وطبعا الحاجة في البيت خزين اولا بتوفر علينا كتير، ثانيا الحاجة غالية، ثالثا جاي علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. والحاجة تبقى عندك طبعا عشان الوقت وكده، الحاجة تبقى عندك جاهزة كلها في التلاجة. هنعمل مع بعض زي ما قلت لك سلسلة من التفريزات، كل الخضار اللي موجود في السوق هنبدأ نعمله دلوقتي معانا. احلى وقت للتخزين هو الشهرين بتوع الشتاء دول، طعم كل حاجة بتبقى مختلفة تماما فيهم. وزي ما انت شايفة كده انا بطلع الكرنب بعد ما خلاص اخد الغلوة بتاعته، يا دوبك كده طريت الورق بتاعي، ما دوستش عليه جامد في السليق، وهطلع وهفضل بقى اعمل كده الكمية بتاعتي كلها. وبسم الله ما شاء الله، يعني انت شفتي معايا الكمية، انا جايبة 4 كرنبيات كبار علشان انا هعمل كمية كبيرة كده. و... وطبعا انا واختي، يعني انا مش لوحدي، انا واختي معايا، فعملت بقى كمية حلوة محترمة كده تكفينا انا وهي فترة. واحط بقى كده وادوس عليه كده بالراحة خالص عشان الورق بتاعك برضو ما يتكسرش. وطبعا انت هنا هدينا النار، يعني بعد المية ما بتغلي بنهدي النار شوية، مش بنسيبها عالية خالص. ونفضل بقى نعمل الكمية بتاعتنا كده، ربنا طبعا يرحمنا من الغلاء اللي احنا فيه. فهنعمل ايه، لازم كده نعمل نوفر في بيوتنا على قد ما نقدر، ونستغل اي حاجة موجودة في الموسم بتاعها عشان بتبقى نتيجتها احلى واحلى في التفريز. وزي ما انتي شايفة كده انا طلعت الكمية بتاعتي، واول ما بطلعها مش بحطها بقى مية ساقعة ولا الكلام ده. ليه؟ لان انا مش دايسة عليه جامد في التسوية. لو انتي حاسه ان انتي سويتيه جامد اول ما بتطلعيه بتحطي عليه ميه ساقعه، انما انا مطلعاه ماسك نفسه، بحيث ان يعني لحد ما يبرد كده حبه البخار اللي فيه دول هيسووا الدرجه اللي انا محتاجاها بالظبط. وابدا بقى احط كام ورقه على بعض واقطع العروق بتاعتهم كده، واقطع بقى بصي مرصوص ومتظبط وكميه حلوه ورا بعضها كده، وما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه كده برص الكام ورقه على بعض واقطعهم كده واحط في الطبق. انا بسيبهم شرايط طويله كده، انا مش بقطع ورقه ورقه. واللي حبايبي اللي متابعيني عارفين ان انا مش بقطعه حتت صغيره على طول. وانا بلف باخد الرول كده قدامي واقطع على قد الصباع ما بيجي معايا كده. وهبدأ بقى اظبط الكميه بتاعتي كلها اهي. بصي زي ما انت شايفه، انا بقى هفتح لك واحده عشان تشوفيها ان هي مش ورقه ورقه، يعني انا على قد ما بتعمل معايا بعملها.
اهو عملتها معاكي واحدة واحدة برضو تاني عشان برضو تاخدي بالك. بحط كام ورقة كده فوق بعضيهم وتنقي الحجم المتساوي عشان الورق كله يبقى معاكي ما تهدريش منه زي ما انت شايفة. وبعدين بحطهم كده واقطع العروق بتاعتهم كلها مرة واحدة. بصي ما طلعتش برضو هادر كتير ولا اي حاجة. وتبدأي بقى تظبطي الورق بتاعك بالشكل الجميل ده وتقطعي كده اهو يطلع معاكي مرصوص بقى وصفوف ولا ياخد مجهود ولا وقت ولا اي حاجة. اكبر كمية بتعمليها يعني انا عملت الكمية دي كلها ما خدتش معايا مثلا قولي ساعة ونص مثلا سلق وتقطيع وتعبية وكل حاجة. وتظبطي بقى. وطبعا واحنا بنرص الراعي ان طبعا ما يبقاش الطبق كله اخضر ولا كله ابيض، لازم يبقى فيه من ده ومن ده عشان وانتي بتحشي يبقى معاكي من ده ومن ده. برضو زي ما وريتك بصي مش بقطع اللي هي على طول اللي هو الصباع المحشي، لا انا بقطع الرول كده معايا طويل وانا بقطع وانا بحشي بقطع على قد الصباع. اتمنى يا رب النهارده الفكره تكون وصلت لك وتكون طريقه سهله وبسيطه، وتخشي كده وتاخدي جوله حلوه في القناه وتشجعيني بالاشتراك والكومنت الحلو منك علشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك الاشعار. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه قوليلي، ولو انا اعرفها عناية ليكي انا مش هتاخر وهرد عليكي على طول. وادي الكمية بتاعتي كلها بعد ما قطعتها بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. بسم الله ما شاء الله كانت كمية حلوة قوي. عملت منها 10 اطباق يعني محترمين. يعني بصي يعني الطبق ما شاء الله يعمل كيلو رز كده. كان بالشكل ده رصيتهم بقى في الاطباق وزي ما قلتلك راعيت ان كل الطبق يبقى فيه ابيض واخضر. وطبعا عندك بقى ورق الرول الاسترتش بتلفيه عندك. انا بعد ما عبيتهم في الطباق كده واكياس التلاجة زي ما هتشوفي معايا كده وعبيتهم او غلفتهم باكياس التلاجة لاني ما عنديش الاسترتش. وطبعا احنا مش هنوفر الغلاء من ناحية او بنحارب الاسعار من ناحية واروح اجيب رول استرتش عشان اخزن بيه، لا طبعا. احنا قلنا عايزين نوفر وعايزين نتحايل على الاسعار لحد ما الدنيا تهدى كده وربنا ييسر الحال. انا كده كان عندي اكياس التلاجة غلفت بيها. ويا رب الفيديو يكون عجبك وتشجعيني باللايك